هو ليه ما نكونش كلنا أذكياء وأقوياء وفائقين الجمال من غير أي مشاكل جسدية أو نفسية؟ ممكن طبعا جدا يا صديقي. إزاي؟ ازاي؟ العلم. العلم يا صديقي. بس العلم اللي يستخدم في تدمير البشرية ما يبقاش علم. تدمير البشرية؟ مين قال تدمير بشرية؟ بالعكس يا صديقي، ده احنا هنحسن السلالة البشرية، هنوصل للمدينة الفاضلة اللي حلم بيها أفلاطون، والإنسان الأعلى اللي اتكلم عنه زرادشت من 3000 سنة. تخيل معايا يا صديقي عالم ما فيهوش مرضى نفسيين، ما فيهوش معاقين، ما فيهوش أطفال مشردين وفقراء، عالم كل اللي فيه أقوياء أذكياء فائقين الجمال. تقول لي تدمير بشرية؟ استنى، هي مش دي برضو الفكرة اللي كانت سبب في ظهور حركات التطهير العرقي زي الفاشية والنازية والماسونية والصهيونية؟ وفيها إيه يعني يا صديقي لما يموت كام مليون علشان نوصل لعالم أفضل؟ فيها إيه لما نعمل كام مليون تجربة على ناس من أعراق أدنى وضعيفة علشان نوصل للعرق الذهبي، السوبرمان يا صديقي، الإنسان الخارق؟ نظرية كانت ماشية كويس وبتطبق كويس جدا، بس انت اللي ماسك لي في شوية شعارات فاضية، إنسانية وأخلاق وأديان. انت نفسك مؤمن بالنظرية يا صديقي بس مش عايز تعترف. البقاء يا صديقي مش هيكون للأقوى، البقاء هيكون للأصلح. من 17 سنة وبالتحديد فترة دراستي في الثانوية العامة كان في نص أو درس من دروس القراءة لسه فاكر عنوانه ومحتواه لحد النهاردة، مع العلم إني نادرا ما بفتكر أي حاجة اتعلمتها في الفترة دي، لكن النص ده عنوانه ومحتواه لسه فاكرهم لحد النهاردة. وأعتقد إن السبب في كده هو صدمتي بعد ما قريت النص ده. عنوان النص كان سقط القناع، وكان بيتكلم عن نظرية علمية غيرت التاريخ وحولت الإنسان لفار تجارب. إيه هي النظرية دي وبدأت إزاي وانتشرت إزاي وإزاي كانت سبب في قتل ملايين البشر وقيام الحرب العالمية التانية، وهل موجودة لغاية دلوقتي وبتطبق ولا لأ؟ تمام يا صديقي، حضر قهوتك وتعالى أجاوبك على كل الأسئلة دي. أنا ماجد نوار، وفي الفيديو ده هحكي لك قصة أخطر نظرية علمية في التاريخ البشري، اليوجينيا، قصة خلق الآلهة البشرية. التاريخ سنة 1869، والمكان قاعة من قاعات المحاضرات في كلية من كليات لندن، والحضور هم نخبة من الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا. المحاضر بيسأل سؤال: هل من الممكن إن كلنا نكون أذكياء وأقوياء وفائقين الجمال من غير أي تشوهات جسدية أو نفسية؟ وعلى الرغم يا صديقي من إن مدة السؤال لا تتجاوز 3 أو 4 ثواني، لكنه هيكون سبب في نشأة نظرية هتغير نظرة العلم للإنسان وهتتعامل معاه على إنه مجرد فار تجارب. المحاضر اللي سأل السؤال كان فرانسيس جالتون، مؤسس علم اليوجينيا أو علم تحسين النسل. جالتون كان ابن عم داروين، صاحب نظرية التطور وصاحب أشهر كتاب في التاريخ، كتاب أصل الأنواع. وجالتون كان متأثر جدا بابن عمه داروين وبأفكاره التنويرية، وكان معروف عنه عنصريته الشديدة وتحيزه لطبقة النبلاء في بريطانيا عن غيرها من باقي الطبقات والأعراق. وفرانسيس جالتون كان باحث وعالم مهم جدا وليه أكتر من 300 بحث في مجالات وعلوم كتير زي الأرصاد والإحصاء والاقتصاد، ويعتبر هو مؤسس علم قياس القدرات العقلية اللي احنا عارفينه دلوقتي باسم ال IQ test، ويعتبر هو أول من عرف علم دراسة جينات البشر باسم اليوجينكس أو علم تحسين النسل. ونظرية اليوجينكس أو تحسين النسل باختصار يا صديقي قايمة على فكرة إن إحنا ممكن من خلال دراسة جينات البشر وتحديد مستوى ذكائهم نوصل أو نقدر نخلق عرق اسمه العرق الذهبي، خالي من كل المشاكل الجسدية والنفسية، وده بيتم عن طريق الانتخاب البشري بدلاً من الانتخاب الطبيعي.
يعني ايه؟ يعني مش اي حد يروح يتجوز اي حد. لو انت شخص عندك اعاقة ذهنية او اعاقة جسدية او بتعاني حتى من الاكتئاب، فانت ملكش الحق ان انت تتكاثر او تنجب، لان ببساطة انت ما عندكش مميزات العرق الذهبي. وطبعا يا صديقي، نظرية بالعنصرية دي بدأت تنتشر في الأوساط الأرستقراطية في بريطانيا، ومش بس كده، لكن كمان بدأ يبقى في متطوعين استخدمهم جالتون في تحديد مواصفات العرق الذهبي، من حيث شكل الجمجمة، شكل الوجه، لون العين، المواصفات الجسدية، ونسبة أو معدل الذكاء. وفي سنة 1883 تم الاعتراف بنظرية جالتون كعلم اسمه تحسين السلالة البشرية أو علم اليوجينكس. وممكن تتخيل يا صديقي ان الفكرة دي او النظرية دي اختفت بعد وفاة جالتون في سنة 1911، ولكن يا صديقي على العكس تماما، موت جالتون كان مجرد بداية انتشار الفكرة، مش بس في بريطانيا، في بريطانيا وأمريكا وأوروبا. في سنة 1912 وبالتحديد بعد سنة واحدة من موت فرانسيس جالتون بيتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر النخبة في فندق سيسيل في لندن. وخليني أقول لك يا صديقي إن أبرز الحضور في المؤتمر ده كانوا وينستون تشرشل وزير خارجية بريطانيا في الوقت ده واللي هيبقى رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، لورد بيلفورد اللي كان رئيس وزراء بريطانيا في الفترة دي، وتشارلز إليوت رئيس جامعة هارفارد. وكان الهدف الرئيسي من مؤتمر النخبة اللي اتعمل في سنة 1912 هو وضع نظرية جالتون في حيز التنفيذ، وما تبقاش مجرد نظرية على الورق. وفي المؤتمر ده تم تقسيم البشر عموما ل5 أعراق: العرق الذهبي، العرق الفضي، العرق النحاسي، العرق الخشبي، وأخيرا العرق الأسود. وفي نهاية المؤتمر بيتفق الحضور على اقتراح بوقف تكاثر النسل الآخر أو الأشخاص اللي ما بينطبقش عليهم مواصفات وشروط العرق الذهبي. وبدأت الأوساط الأرستقراطية في بريطانيا تبقى مهووسة بفكرة اليوجينكس أو تحسين السلالة، فتم إنشاء محاكم مختصة، وكانت المحاكم دي بمثابة إله على الأرض بيحدد مين له حق الحياة ومين لازم يموت. وطبعا يا صديقي، فكرة بالعنصرية دي مش هتلاقي أرض خصبة أكتر من أمريكا علشان تنتشر فيها، وده ببساطة لأن أمريكا أصلا قايمة على فكرة اختلاط الأعراق، وإن كل عرق أو كل مجموعة من الناس هناك شايفين إن هم أصحاب الأرض الأصليين. فبدأت الفكرة تنتشر في أمريكا بشكل مرعب في أوائل القرن العشرين. وفي سنة 1927 بيحكم قاضي المحكمة الدستورية العليا بقطع قناة فالوب في رحم سيدة، وكان المبرر بتاعه إن الست دي مغفلة وأمها كانت مغفلة وبنتها مغفلة، ف3 أجيال من المغفلين والمتخلفين كفاية جدا لوقفهم عن التكاثر. وبعد الحكم ده يا صديقي انتشرت النظرية أكتر في أمريكا، وبدأت المحاكم المختصة في تطهير الأعراق تنتشر في الولايات كلها. وعلشان تعرف يا صديقي قد ايه الوضع كان خطر في امريكا، خليني اقولك ان في ثلاثينات واربعينات القرن الماضي تم عمل اكتر من 65 الف عملية تعقيم لراجل وست في امريكا، وده طبعا بقرار المحاكم المختصة في تطهير العرق البشري، علشان يمنعوا السلالات اللي هم شايفين ان هي سلالات ادنى من التكاثر. وطبعا يا صديقي فكرة بالخطورة دي في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، يعني بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا، كانت مسيطرة ومستحوذة على تفكير أخطر مسجون سياسي في التاريخ. الشخص اللي مش بس كان مؤمن بالفكرة لكنه هيبدأ يطبقها بحذافيرها: أدولف هتلر. في المعتقل قرأ هتلر أبحاث جالتون، وكان متابع بشكل كبير تقارير اللي بتيجي من مؤتمرات النخبة اللي بتتعمل في بريطانيا، وكان مقتنع بالفكرة جدا، وكان شايف ان الشعب الآري او الناس اصحاب العيون الخضراء او الزرقاء او الشعر الاصفر هم العرق الذهبي، وهم اللي ليهم حق التكاثر. ومع خروج هتلر من المعتقل وصعود الحزب النازي للحكم في ألمانيا وتولي هتلر الحكم،
بدأ يطبق الفكرة عن طريق مشروع اسمه ليبنزبور، واللي كان مشرف على المشروع ده هو هنريك هيلمر رئيس القوات الخاصة أو الاس اس. والهدف الرئيسي من المشروع كان إن الجنس الآري أو العرق الآري يسود العالم. لكن كانت بتواجه الحزب النازي مشكلة كبيرة جدا، وهي نقص عدد الذكور بعد الحرب العالمية الأولى اللي راح ضحيتها أكتر من 4 مليون بني آدم. ده بالإضافة لعمليات الإجهاض الكتيرة جدا اللي كان بيقوم بيها السيدات الألمانيات بسبب الظروف الاقتصادية بعد الحرب والهزيمة، فكان لازم التوسع بره حدود ألمانيا. وده كان الهدف الرئيسي لهتلر، احنا هنغزو أوروبا علشان ضباطنا الألمان وقيادات الحزب النازي يتجوزوا النساء الآريات في بلاد أوروبا، ويبتدي النسل الألماني يتحسن ونخلق نسل جديد مفيش فيه أي مشاكل جسدية ولا نفسية. يعني حرفيا تطبيق فكرة اليوجينكس أو تحسين السلالة. وخليني أقول لك يا صديقي إن المحاكم المختصة في تطهير العرق البشري في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وصلت لأكثر من 200 محكمة، أكثر من 400 ألف عملية تعقيم لستات ورجال، لأنهم ببساطة ما عندهمش جينات العرق الذهبي اللي من وجهة نظر هتلر وهيملر كان العرق الآري. وكانت الناس دي بيتم تعقيمها وإخصائها بتهمة تسميم السلالة البشرية. وطبعا يا صديقي موسوليني في إيطاليا اللي كان صديق وحليف لهتلر بدأت تعجبه فكرة هتلر جدا، وبدأ هو كمان يشوف إن الشعب الإيطالي هو أفضل شعوب الأرض، وده كان السبب الرئيسي في نشأة حركة الفاشية. فلك يا صديقي أن تتخيل إن فكرة اليوجينيا أو تحسين السلالة البشرية كانت مستحوذة على عقل أكبر 3 قيادات في الحرب العالمية الثانية: هتلر والحزب النازي، الفاشية برئاسة موسوليني، وبريطانيا برئاسة وينستون تشرشل اللي يعتبر من أوائل الناس اللي بدأت في تطبيق الفكرة زي ما قلنا في مؤتمر النخبة اللي اتعمل 1912. ومن هنا يا صديقي بتدرك إن الحرب العالمية الثانية ما كانش الهدف الأساسي منها هو هدف سياسي أو عسكري، ولكن كان الموضوع أخطر من كده بكتير. كانت الفكرة هي إن سلالة واحدة هي اللي تسود العالم، وده طبعا كان سبب في موت وتعذيب ملايين البشر، بما في ذلك طبعا محرقة الهولوكوست اللي عملها هتلر لليهود، واللي كان برضو الهدف الأساسي منها هو التخلص من أي عرق غير العرق الآري. وخليني أقول لك يا صديقي إن في الوقت اللي كانت فيه جيوش هتلر بتتجمد في معركة ستالينجراد وموسوليني وحبيبته بيتعدموا في شوارع إيطاليا وهتلر بينتحر وبتخسر ألمانيا الحرب العالمية الثانية، كان في عالم فيزياء ألماني من أصل نمساوي حاصل على جائزة نوبل بيلقي محاضرة من أهم محاضرات التاريخ، واللي هتكون سبب أساسي في وقف تطبيق نظرية اليوجينيا. عالم الفيزياء إروين شرودنجر. بدأ شرودنجر محاضرته بسؤال مهم جدا: ما هي الحياة؟ وشرح شرودنجر إن الجين البشري مفيش فيه ذهبي وفضي، لكنه عبارة عن مركب كيميائي ليه شفرة. وكان حاضر المحاضرة دي أكتر من 400 باحث وعالم، وتوزعت على أكتر من 100,000 طالب في أوروبا. وكان من ضمن العلماء اللي حاضرين المحاضرة 3 علماء، والثلاث علماء دول هم جيمس واتسون، فرانسيس كيرك، وموريس ويلكنز، واللي كان ليهم دور أساسي في اكتشاف DNA أو الحمض النووي، بعد ما كانت محاضرة شرودنجر سبب رئيسي في إلهامهم لدراسة الجينات البشرية. وفي سنة 1962 الثلاثة بيحصلوا على جائزة نوبل بسبب اكتشافهم للDNA أو الحمض النووي، واللي هيكون سبب رئيسي في نهاية نظرية العرق الذهبي. نيجي بقى لسؤال مهم: هو ايه السبب في ان اليوجينيا ما تنجحش؟ يعني ليه ما قدرناش نوصل لفكرة الانسان الخارق او العرق الذهبي؟ بيقول نيتشه المفكر الالماني اللي كان من اكبر المؤيدين لفكرة تطهير السلالة البشرية في كتابه هكذا تكلم زرادشت، ان العائق الاكبر في الطريق للوصول للعرق الذهبي هي النزعة الاخلاقية عند البشر. يعني ايه؟ يعني بسبب ان الغني بيعطف على الفقير والقوي بيعطف على الضعيف، والمشاعر الإنسانية زي التعاطف والحب والشعور بالآخرين هي السبب الرئيسي اللي كان بيمنع فكرة اليوجينيا من الانتشار. والسبب الثاني هي الأديان. وعلشان كده نيتشه كان مؤمن إن علشان نوصل للعرق الذهبي لازم الإنسان يتخلص من حاجتين: تعلقه وارتباطه بالأديان، والمشاعر الإنسانية اللي ممكن تقف في طريق الوصول للعرق الذهبي أو
الإنسان الأعلى على حد وصفه. وفي النهاية يا صديقي مفيش أي إثبات إن فكرة تحسين النسل أو نظرية اليوجينيا ما بتتطبقش، ومفيش شك إن الفكرة هتفضل مسيطرة بشكل كبير جدا على ناس كتير في العالم، شايفين إن هم اللي ليهم الحق الوحيد في الحياة، وإن هم إله على الأرض بيمنحوا الحياة للي يستحقها وبس، وإن هم ليهم القدرة على خلق آلهة بشرية. ومش محتاج أفكرك يا صديقي إن دي مجرد نظرية علمية شاذة وعنصرية، وإن من غير العلم ما كناش هنقدر نفضل عايشين لغاية دلوقتي. لو مهتم إن أنت تعرف أكتر عن نظرية اليوجينيا أو تحسين السلالة البشرية، في أفلام كتير اتعملت عن الموضوع ومسلسلات كتير زي المسلسل الكوري ماوس. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حاجة أول بأول. وانت تسوباسا اتطبقت عندكم اليوجينيا ولا لا؟ انتوا حصلت عندكم كارثة هيروشيما، ممكن نتكلم عنها في حلقة.